السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنزين مع بعض التورتايه 20 في 30 اللي عملناها الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات هسيبه في صندوق الوصف للي ما شافوش عشان تتابعوا التورتايه من الاول للاخر. زي ما قلنا هنزين تزيين احترافي حتى لو احنا لسه مبتدئين. بعد ما دخلت التورتايه التلاجة حوالي ساعتين، طلعتها وبدأت ان انا احط عليها اوزع عليها كمية الكريمة اللي باقية معايا كلها. انا كنت مستخدمة حوالي 300 جرام من الكريمة حشو وتغليف. بحط كل الكريمة اللي باقية معايا فوق التورتاية وببدأ ان انا اوزعها بنفس الشكل. بحاول ان انا املى كل الفراغات اللي موجودة، وما تقلقيش من كمية الكريمة اللي احنا حاطينها دي كلها. التورتاية هتاخد كفايتها والباقي هيطلع معايا في النهاية واحنا بنقفل تنعيم التورتاية بتاعتي او تجليس التورتاية زي ما احنا بنقول دايما. تمام، زي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا املى كل الفراغات، وبالذات الزوايا باخد بالي منها كويس جدا من تحت عشان بيبقى فيها فراغات كده مكان اللفة بتاعت الزاوية. انا بعد ما وزعت كل الكريمة زي ما انتم شايفين جبت الاسكرابر وبدأت ان انا انعم جسم الكريمة اللي هو التجليس، هنعمه بالراحة خالص مع كل جنب بسحبه. طبعا بفضي اللي باقي من السكرابر وكمان بمسحه وبرجع اعيد تاني، وافضل على الحال ده لحد ما جسم الكريمه بتاعتي بينعم وبيبقى بنفس الشكل اللي احنا شايفينه. بعد كده باجي على الحواف وباخد بقى الحروف بتاعتها من جوه لبره لحد ما بتتساوي. هنا اللي باقي من الكريمة قسمته على 3 اطباق، طبق ابيض هسيبه زي ما هو، والطبقين التانيين هلونهم، واحد هلونه باللون الموف وواحد هلونه باللون اللبني الفاتح. تمام، وده هتشوفوه في النهاية ليه انا اخترت اللونين دول. وببدأ ان انا اقلب كويس لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي انا عايزاها بنفس الشكل. طب هنزين بايه وهنعمل ايه؟ بالمعلقتين الصغيرين دول هنعمل فينش في منتهى الشياكة والجمال. مش محتاجة اي ادوات ان انا اشتري او اوجع دماغي او يبقى عندي تيب واعمل روزيتات. لا، احنا هنعمل تزيين حلو قوي. زي ما انتم شايفين حطيت في كل لون معلقة صغيرة، وبدأت بظهر المعلقة اخد كمية بسيطة قوي من اللون واسحب على جسم التورتاية خط كده بايه بالطول او بالورب زي ما انا عاملة كده زي ما انت عايزة. ومش شرط خالص يكون متناسق في الارتفاع، لا انا حبيت ان انا اعمله بشكل عشوائي عشان اشوف الشكل العشوائي هيديني في النهاية ايه. وزي ما انتم شايفين بصوا اداني شكل جميل قوي. يعني هو مش مرتب لكن بصراحة كان في منتهى الشياكة. هنا انا بمسح الزوايد بس كده من على البورد اول باول مع كل جنب علشان بس ما تنشفش معايا، وطبعا يبقى البورد شكله مش ظريف. هخلص الجوانب كلها بنفس الشكل كده زي ما انتوا شايفين واحدة وواحدة. بصوا روعة في منتهى الجمال. على فكرة ممكن نعملها لون واحد بس درجة فاتحة ودرجة غامقة. هنا انا جبت شوكة من سكينة من بتاعة الاكل ولفيت عليها منديل وبدأت اسحب من تحت كأني بعمل خط مستقيم كده، منه ان انا هنضف البورد ومنه ان انا هعمل خط كأني شادة فتلة رفيعة كده على حرف التورتاية عشان تديني شكل متناسق للشكل اللي انا عاملاه. تمام. بعد كده هدخل التورتاية بتاعتي التلاجة، بس اهم حاجة اكون طبعا متأكدة من نظافة البورد بتاعي. هدخلها التلاجة عشان ابدأ اشوف هعمل ايه تاني. انا النهاردة هعملها بالصورة الغذائية القابلة للاكل. الصورة انا بطبعها في اي محل مستلزمات حلواني وبالمقاس اللي انا محتاجاه. انا كنت عاملاها 15 في 15 بما ان التورتة 20 في 30، فقلت عشان تظهر وتبان شوية. بشيلها من الظهر بتاعها وبقلب الوش على الورقة اللي كانت تحتها دي وببدأ احط عليها شوكولاتة متسيحة على بخار مية. مش شرط خالص على فكرة الشوكولاتة بيضة، ممكن تكون شوكولاتة بني عادي. وادخلها التلاجة تنشف وبعد كده اطلعها احطها على التورتاية. انا اخترت ان انا احطها في الجنب علشان الجنب التاني لسه هعمل فيه برضو فينش يكون بسيط ورقيق مع الصورة بتاعتي. لو خدتوا بالكم من الوان الصورة انا اخترت اللونين اللي احنا عملناهم على الجوانب من الوان الصورة. وهكمل برضو الفينش بتاع التورتاية بشكل يليق على الصورة بتاعتي. انا حاولت بقدر الامكان ان التورتاية تكون رقيقة وبسيطة وما يكونش فيها شغل كتير ولا يكون فيها حاجات كتير، علشان انا حسيت ان الصورة رقيقة قوي، فهي محتاجة ان التورتاية تكون كده فعلا. هعمل بقى برواز،
حوالين التورتايه بس بالكريمه. يعني انا حطيت الكريمه في الكيس الحلواني وفتحته فتحه صغيره كاني حاطه لولي. على فكره ممكن نحط لولي عادي، بس بصراحه انا ما كانش عندي لولي فاخترت ان انا اعمله باللون الابيض من الكريمه. ما حبيتش كمان ان انا اعمل البرواز بتاع الصورة ده بمربى حليب او بشوكولاتة، لا انا حبيت ان هي كلها تكون فواتح في بعض كده. شايفين بنفس الشكل كده. تعالوا بقى نكمل التزيين. اللي بقى عندي من الكريمة اللون اللبني واللون الموف، وبقى عندي كمان لون ابيض. خلوا بالكم 3 الوان لو خدنا بالنا هما سايحين جدا، ده من كتر اللون اللي احنا حطيناه عليه. طب هيتماسك ازاي؟ مهما حطيتيه في التلاجة مش هيتماسك خالص. لكن الحل في معلقة الكريمة، كريم شانتيه البودر ده. كل لون هحط عليه معلقة كريم شانتيه بودر، وابدأ ان انا اقلبه كويس جدا جدا لحد ما يختفي والبودر كله يختفي ويتماسك. على فكرة ممكن تستخدمي المضرب او تستخدمي الويسك بتاع المضرب بايديكي زي ما انا بعمل كده. هفضل اقلب جامد جامد كأن بضرب كريمة من البداية لحد ما تعمل معايا شكل المنقار اللي هو دليل نجاح الكريم شانتيه. بصوا شكل المنقار ده هو دليل ان الكريمه بتاعتي ناجحه. وخلاص هبدا ان انا اعرف اشكلها روزيتات او اغلف بيها او احشي بيها. تمام كده خلاص. لكن انا بقى هقلب تاني لان انا حاسه ان لسه البودر باين شويه، بس انا حبيت بس اوريكم شكل المنقار اللي بيدل على نجاح الكريم. طبعا انا هعمل كده في ال3 الوان، اللون الابيض الساده واللونين اللي معايا دول. بعد كده هجيب ال3 الوان وهحط كل لون في كيس حلواني. تمام كده. وبعد كده هيجيب كيس حلواني كبير، ده كيس حلواني متعدد الاستخدام، نقدر نستخدمه مرة واتنين وتلاتة وعشرة طالما بستخدم فيه كريمة بس. هوزع فيه الكريمة اللي انا حطاها بشكل متساوي، يعني ايه كأنهم 3 عواميد جنب بعض كده. على فكرة تقدري تدخلي 3 اكياس عادي مش تفرغيهم جواه، لكن انا بصراحة ال3 اكياس لما جيت ادخلهم كانوا تعبين ايديا شوية، فاخترت ان انا اعمل كده. وهبدأ ان انا اعمل روزيتات. الروزيتا عبارة عن 3 ألوان اللي هما 3 ألوان اللي موجود أصلا في التورتاية، الأبيض والموف واللبني. تقدري بقى بإيديكي تتحكمي تميلي الكيس يمين أو شمال عشان تشوفي أنه لون عايزاه على الجوانب. أنا حبيت اللون الموف واللبني يكونوا باينين على الجوانب عشان يدوني نفس الشكل، والأبيض يكون لجوه كده. كان عندي ورد صناعي لفيت على العود بتاعه ورقة فويل أو استرتش راب، وببدأ إن أنا بقى أزين التورتاية بتاعتي. طبعا عملت كمان كنت مسيحة شوكولاتة باسم صاحبة التورتاية واختصار هابي بيرثداي داي، وبدأت ان انا بقى ايه افنش التورتاية بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا ما حطيتش اي زيادات، ما حطيتش فاكهة، ما حطيتش شوكولاتات. طبعا التورتاية دي حلاوتها كلها كانت جواها، انا زودت الحشوات جوه علشان برضو تبقى متطعمة. هنا شوية كده من البيبي فلاور اكسر اللون بتاعي، وشوية سبرينكل كده، ده سبرينكل على فكرة مستورد جميل جدا جدا ما بيبهتش على الكريمة، ومهما حطيتيه وقت طويل ما بيسحش خالص. ده كان الشكل النهائي بقى للتورتايه بتاعتي. اتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وكمان اتمنى ان هي تكون التزيين والطريقه من البدايه كانت سهله وبسيطه وتقدروا ان انتوا تنفذوها بكل سهوله. هستنى رايكم بقى في التعليقات تقولي لي رايكم ايه، وما تنسوش اللايك لان اللايك اكتر حاجه بترفع الفيديوهات. وان شاء الله نستفيد كلنا من بعض، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني بامر الله. واي استفسار اكتبوا في التعليقات وانا هجاوب عليكم ان شاء الله، بجاوب على كل التعليقات. باي باي.